يقال كذلك بأننا لا نسلم لكم بأن خبر الآحاد ظني لا يفيد العلم، لا نسلم لكم هذا، وإن قال به جمهور الأصوليين لكن لا يسلم لهم، لأن قولهم يخالف عامة المتقدمين الذين يعتبرون خبر الآحاد علما ويبنون عليه أحكاما، إذ لو لم يكن علما لما جاز لهم أن يبنوا عليه ماذا؟ أحكاما، لأن الله تبارك وتعالى ماذا يقول في كتابه الكريم؟ ولا تقف ما ليس لك به ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن هو علم. خبر الآحاد ماذا؟ إذا ثبت الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفاد علما. واضح يا جماعة؟ أفاد علما. لذا كان من كلام الأئمة رحمهم الله إذا صح الحديث، ما قالوا إذا تواتر الحديث، إذا صح الحديث فهو ماذا؟ فهو مذهبي. إذا خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال متواتر، فرموا قولي ماذا؟ عرض الحائط وما شابه ذلك من الآثار. فدل ذلك على أن الأصل على أن خبر الآحاد ولا سيما إذا احتف بقرائن أنه يفيد ماذا؟ العلم. واضح؟